في 11 نوفمبر سنة 1988 الشرطة جات لها مكالمة من الأخصائية الاجتماعية جودي مويس، وبتقول لهم إن كان في واحد من العملاء بتاعها وبالتحديد بيرت مونتويا كان مفقود. ساعتها بيرت مونتويا كان عنده 51 سنة. بيرت مونتويا كان واحد من المشردين أو العملاء بتاعها المشردين. في الفترة دي هو اختفى من الفندق اللي كان قاعد فيه. هو مش فندق قوي، هو فندق للناس المشردين واللي عندهم تاريخ أو ما عندهمش حتى عائلات. قالت لهم إن بيرت اختفى فجأة من الفندق اللي هو كان قاعد فيه، فندق نظيف وكويس بالنسبة للحالة اللي كان فيها بيرت، مكان كويس تماما بالنسبة له. ولما سألت صاحبة الفندق أو صاحبة البيت هو فين بيرت مونتويا، قالت لها إن هي مش متأكدة مكانه فين. حكت لهم كمان إن الفندق بتاع دورثيا بوينتي كان هو عبارة عن الملجأ للناس المعوزين اللي عندهم تاريخ من الإدمان، المخدرات، وحتى الحالات النفسية. المكان كان مثالي جدا لبيرت. هو كان راجل قاعد في الشارع حرفيا. دلوقتي عنده اوضته الخاصه، تلفزيونه وحمامه، عنده كمان 3 وجبات بتتقدم له في اليوم، وكان مبسوط جدا من قعدته في المكان ده. ولكن بعد كام شهر ابتدى يقول لها ان هو عايز يمشي ومش عايز يقعد في المكان ده. ولمده 3 شهور جودي ما سمعتش اي حاجه وما عرفتش اي خبر عن بيرت مونتويا. ولما راحت سالت المعينه هناك والمساعده هناك دورثيا بوينتي، قالت لها ان هو راح لواحد من اخواته يعيش معاهم في المكسيك. ولكن جودي كان عندها شك في الموضوع ده، لان هي عارفه ومتاكده ان بيرت مونتويا ما عندوش اي عيله خالص. فقررت انها تكلم البوليس وتقول لهم انا عايزاكم تروحوا تعملوا ويلنس تشيك او تشوفوا فين بيرت مونتويا. في الوقت ده لما راحوا، واحد من النزلاء وواحد من اللي قاعدين هناك قال لهم ان مش بس بيرت مونتويا هو اللي بيختفي، كان في كذا نزيل كمان مختفيين، وكمان في ريحه بشعه جدا موجوده في الجنينه. وقال لهم تip كده ان هو اتمنى ان انتوا تدوروا في الجنينه وكمان تعملوا سيرش عميق في البيت. وبسبب الاشاعات دي ضابط الشرطه قرر بدل ما هو يروح ويعمل سيرش لوحده، يرجع الاسم وياخد معاه 2 ضباط كمان ويعملوا تحقيق ويتكلموا مع دورثيا ويشوفوا هو فين مكان بيرت. المره دي لما رجعوا كان معاهم جواريف، وما كانوش يعرفوا انه في الجنينه الصغيره دي هيكتشفوا 8 بني ادمين مدفونين جوه الجنينه. وصاحبه البيت والمشتبه بيه الاولى كانت ست عندها 59 سنه اسمها دورثيا بوينتي. قصتها كلها بتبدأ من أكتر من 90 سنة. هي اتولدت باسم دورثيا جراي في كاليفورنيا 9 يناير سنة 1929، وكانت هي واحدة من ضمن 14 طفل وطفلة في عيلتها. باباها ومامتها مخلفين 14 طفل، وفي وقت بدري قوي من طفولتها خسرت باباها ومامتها، وابتدت إنها تتنقل ما بين الملاجئ وتنقل ما بين دار الأيتام. فما بقاش عندها تكوين العلاقة الأسرية، تكوين الأمان، تكوين إن في أب وأم وإنه في رعاية موجودة عندها. وده واحد من الأساسيات اللي كونت الشخصية بتاعتها. وعاشت طفولة مبكرة صعبة قوي يا جماعة. كانت بتضطر إنها تشتغل شغلانات مش كويسة وتدور على أي أكل وشرب موجود في الزبالة. بحلول الستينات دورثيا جراي اتجوزت 3 مرات، وآخر مرة قررت إنها تغير اسمها لاسم جوزها بوينتي واللي هو كان اسباني. وفي الفتره دي يا جماعه كان عندها تاريخ من السجن، كانت بتفضل تطلع وتخش من السجن علشان كانت بتزور شيكات وبتسرق فلوس من عملاء. وهنا لقت شغلانه جديده، ابتدت انها تتورط في شغل البلس 18، انها تعرض نفسها في الشارع علشان تجيب لنفسها اكل وشرب. فدي طفولتها وده المراهقه بتاعتها. تخيلوا، فقدت ابوها وامها، دخلت السجن وبقت تتنقل ما بين البيوت والبيوت، اتجوزت 3 مرات ومبقاش في عندها أي دفء، أي حب، أي أمان. وتعرفت من زمان على العنف وعلى الضرب وعلى الإساءة اللي كانوا بيتوجهوا ليها، وما بقتش عندها تقدير لنفسها ولذاتها ولجسمها، وقررت إنها تبيعه. فده كله بيكون الشخصية بتاعتها. وبعد ما زهقت إنها تبيع جسمها، اكتشفت شغلانة جديدة، إنها تبقى مقدمة رعاية، لا زي النورس يا جماعة. ولكن مقدمة الرعاية بتحتاج مؤهلات بسيطة جدا ومتحتاجش تعليم كويس. فهنا اتفتحت قدامها فرصة جديدة. وفي سنة 1991 قررت إنها تأجر شقة في الفندق أو في البيت اللي معروف فيكتوري علشان تساعد هناك الناس، تساعد الناس المشردين والناس اللي ما عندهمش أي أهل. وبعد فترة صغيرة قابلت روث مونرو واللي كان عندها ساعتها 61 سنة. روث مونرو ساعتها كان مربية 5 أطفال،
وكانت بتهتم بيهم، ولكن بعدها جوزها توفى. في الفترة دي اتعرفت على واحد، الشخص ده اسمه هارولد. وهنا بقى لما اتعرفت على هارولد اتعرفت ساعتها على دورثيا من اتجاهه. طبعا هارولد كان كل شوية عمال يعطف ويلطف معاها وعايز ان هو يخش في علاقة معاها. ساعتها هما الاتنين اتجوزوا، واثناء صداقتهم دورثيا قررت تعرض على روث ان هما يفتحوا مطعم سوا، وبالفعل ابتدوا ان هم يخشوا في شراكه في افتتاح المطعم ده. والمطعم ده يا جماعه كان اسمه راوند كورنر بار، وكان قريب جدا من المكان اللي عايشه فيه دورثيا. في الوقت ده اتجوزت هارولد وما كانش عندها اي شغل، ولكن فجاه بعد جوازهم جاله كانسر ومات. ما كانتش عايزه تعيش لوحدها، فعرضت عليها دورثيا فكره: تعالي عيشي معايا في الاوتيل او في المكان اللي انا عايشه فيه. وما كانتش تعرف ان ده اكتر قرار مميت هتاخده. هم نقلوا هناك روث وابنها يوم الاحد في الثانكس جيفنج، وبعدها بأسبوعين بالظبط يوم 26 ابريل ماتت روث. بيحكي لنا وبيقول ان هو كان بيشوفها كل يوم، هو رايح من الشغل وهو راجع، ومامته كانت كويسه ما كانش فيها اي حاجه. ولكن مؤخرا اخر 3 ايام وهو شافها كانت حالتها النفسيه صعبه جدا، وكمان حالتها الجسديه. وفي مره دخل عليها ولقاها بتشرب، وهي مامته ما كانتش من النوع اللي بيشرب عامه. فلما سالها انت ليه بتشربي قالت له ده مشروب عملته لي دورثيا ليا عشان يخفف من العصبيه والتوتر اللي انا فيه. بس حالة روث ابتدت إنها تتدهور لدرجة إن هو في الكام يوم اللي اتبقوا آخر مرة إنها زارها لقاها في غيبوبة وقاعدة في السرير ومش قادرة حتى إنها تتحرك. ساعتها حضنها وقال لها دورثيا هتهتم بيكي، ما تخافيش من أي حاجة. وهنا كانت بتعيط وما كانتش عارفة إنها تنطق. تاني يوم الصبح بقى جاله تليفون إن مامته ماتت. لما سأل دورثيا إيه اللي حصل لماما قالت له انها خلصت على نفسها لانها ما كانتش قادره تستحمل الوجع اللي هي فيه. طبعا ابنها كان شاكك في الموضوع وقال ان مامته ما عندهاش يعني تاريخ من الاكتئاب والحاجات دي انها تعمل كده. كمان هي كانت عندها احفاد كانت دايما بتحب تزورهم، بس اول لما نقلت جنب دورثيا حالتها كلها اتدهورت. فخلاص استسلموا للامر الواقع وقالوا انها انتحرت. وفي سنه 1982 دخلت دورثيا مشاكل تاني مع البوليس ودخلت السجن لمدة 3 سنين، لأن هو اتقبض عليها لأن هي في الوقت ده كانت بتزور شيكات الخدمات الاجتماعية بتاعة النزلاء بتاعة زمايلها في المكان اللي هي عايشة فيه، وكانت بتاخد الفلوس لنفسها. وفي سنة 1985 خدت إفراج مشروط وقررت إنها ترجع تاني للفندق والبنسيون اللي هي قاعدة فيه وتخدم بقى العملاء تاني، بالرغم إنها كانت في فترة إفراج مشروط. ولكن معناه ايه يعني الافراج المشروط ده؟ ان هو هنفرج عنك ولكن بشرط ان انت ما ترجعيش لنفس المكان تاني وما ترجعيش تعملي الحاجات دي تاني. ولكن يا جماعه هي ما بتتعلمش، ولقت انها تزور الشيكات وتاخد فلوس حاجه سهله جدا، لانه يا جماعه النزلاء كلهم ما عندهمش اهالي ولا حد يسال عليهم، فعادي جدا ان هي تاخد وتسرق منه. وكانت دايما بتحرص ان هي اول واحده تاخد الميل او تاخد البريد علشان تشوف فلوس والشيكات. ولمده 3 سنين دورثيا بوينت ما حدش اكتشف عنها اي حاجه، لحد في سنه 1988 لما الاخصائيه الاجتماعيه فقدت الاتصال مع بيرت مونتويا علشان هي اصلا اللي سكنته في المكان ده. بيرت ساعتها كان بيعاني اعاقه عقليه يا جماعه، كان دايما بيكلم نفسه وبيقول ان هو بيشوف حاجات، بيشوف ناس وبيتكلموا مع الطريق. اصلا جودي لما اتعرفت عليه ولما شافته كان ماشي في الشارع وبيكلم نفسه. لما سالته بيتكلم مين يقول لها انا بكلم الناس اللي انا عارفهم وبكلم الشخصيات اللي انا بشوفها. وبعيدا بقى عن الارواح اللي كان بيتكلمها، بيرت مونتويا كان راجل كوستاريكي عنده 50 سنه. في الوقت ده يا جماعه كان قاعد في حته اسمها ديتوكس. ايه هو الديتوكس ده يا جماعه؟ كان مكان عباره عن مخزن ارضيته كلها خرسانه ومفروشه على الارض كلها مراتب. كل الناس اللي عندهم تاريخ من السكر وتاريخ من الأمراض البوليس بدل ما بيحبسهم بيوديهم هناك كملجأ أخير قبل ما يقعدوا في الشارع، وكان دايما الأولوية باللي بيروح الأول. فتخيلوا هو كان دايما قاعد على الأرض في البرد ما عندوش أكل. فلما لقيته جودي قررت إنها تساعده. وفي مرحلة ما يا جماعة بيرت فقط الكارت بتاعه، الكارت الاجتماعي بتاعه، وما بقاش يقدر ان هو يصرف الشيكات الاجتماعية والفلوس بتاعته. فهنا قررت جودي انها تساعده وانها تلاقي له مكان وتحاول تطلع له كمان كارت جديد على امل ان هي ما تقدملوش فقط المساعده النفسيه لان هو كان عنده انفصام شخصيه، كمان تقدم له الاهتمام. وهنا لما سالت في المنطقه كانوا كل الناس بيشكروا في دورثيا وبيقولوا ان ده المكان المناسب اللي اي حد محتاج مساعده بيروح. لما راحت جودي عشان تتعرف على مكان وتتعرف على دورثيا قالت لها ان هو راجل كان خلفيته كوستاريكيه كان بيتكلم اسباني. قالت لها انا كمان خلفيتي اسبانيه. بتكذب عليها،
أنا اسمي بوينتي. قلت لها طب كويس، أنا أعرف الناس كلها بتشكر فيكي، حتى يا جماعة كل الناس اللي عندهم أي خلفية مكسيكية بيروحوا عندها وكانوا بيسموها الدكتورة، بمعنى يعني إيه هي الطبيبة اللي بتساعدهم وإن هي ملاك الرحمة. في الوقت ده عرفت بيرت على دورسيا، حكيت لها قد إيه إن هو عنده حالة نفسية وحالة عقلية شديدة وعنده انفصام، ولكن هو شخص كويس، هو شخص بالفعل أمين ومساعد. وحكيت لها قبل كده إن هو لقى $200 على الأرض سلمهم للبوليس، وكمان لما كان بيلاقي أي حد بردان كان بيقلع هدومه عشان يدفيه. في الوقت ده لما أخدته قررت إنها تعرفه على كل الموجودين في المكان. وهنا بقى هنتعرف على شخصيات موجودة في الفندق ده. أول واحد هو جون ماكول، وكان بتسميه دورسيا هو كبير الخدم بتاعها. هو كان ضخم وعملاق وصوته كبير جدا وصوته عالي وكان سكير. عايزه اقول لكم يا جماعه ان اغلب اللي ساكنين في المكان ده كانوا بيشربوا، كان عندهم تاريخ مع الشرب. واحد تاني كان اسمه بن فينيك، عرفته دورسيا على بيرت مونتويا، وكان هو شخص يهودي وكان عامل تاتو صليب كبير جدا على دراعه، معناه يعني ان محدش يقرب لي وانه انا خطر على البشريه والبني ادمين. بن فينيك يا جماعه كان دايما عنده حاجه، ياخد الشيك بتاعه يروح يشتري بيه خمره كتيره جدا ويقعد يشربها ويخلص فلوسه على الشرب ويستنى بقى الشيك التاني عشان يعمل نفس اللوب. واحد تاني كان ساكن معاهم اسمه جون شارب. جون شارب كان ساكن في الأوضة اللي جنب بن فينيك، ولكن ما كانش سكير، هو كان مدمن للبوكر وكان بيحب قوي ان هو يلعب ويتفرج على العاب. اصلا يا جماعه جون شارب كان هو المفروض مدين لدورسيا، لان هي لقيته في المستشفى بعد ما وقع وابتدى ان هو يتشل، فقررت ان هي تاخده وتخدمه. ولكن يا جماعه عارفين هي بتخدمه ازاي؟ هي بتضحك عليه عشان تاخد التشيك بتاعه. دورسيا في الحقيقه ما كانتش هي صاحبه الفندق، ولكن هي كانت مأجراه من عيله مكسيكيه. كانوا دايما بيوصفوها ان هي كويسه جدا، وان هي جنينتها او الجنينه اللي هي بتاعت المكان اللي مأجراه كانت حلوه قوي، وكل ما بيعدوا كل ما بيشوفوها انها بتهتم بالجنينه. في الوقت ده يا جماعه دورسيا كانت قاعده مع مدمنين مخدرات، مدمنين كحول، وناس عندهم تاريخ عنيف، فكانت دايما عندها قواعد ستريكت. دايما كل يوم الساعه 5 الفجر في فطار، اللي مش هينزل ومش هيلحق مش هياكل وهيستنى لحد وجبه الغداء. كانت قوانينها صارمه جدا علشان تعمل شخصيه لنفسها قصاد البني ادمين دول. في الوقت ده دورسيا ما كانتش بتسوق عربيه، فكانت دايما بتأجر سواق التاكسي موجوده عندهم في المنطقه بتوصلها في كل حاجه. وكان عندها روتين صارم، كانت دايما بتروح لمكان اسمه لامبر جاك وبتجيب حاجات الجنينه بتاعتها. يوم الحد بتروح الكنيسة وبعدها بتجيب أدوية الناس، وكانت دايما بتسيب العداد مفتوح علشان تخلي إنه المشوار يستاهل، وإن هي ست بتساعد ست غيرها. دورسيا دايما يا جماعة كانت بتدور على الناس الغلابة، الناس اللي ما عندهمش أهل، اللي دايما قاعدين بيسكروا، وكانت دايما بتتلاعب على النظام وتقول لهم انتوا لو جيتوا سكنتوا عندي، انتوا لو جيتوا عملتوا كذا وساعدوني هتاخدوا وجبات كذا، لو سكنتوا عندي انا هساعدكم في كذا، لو ساعدتوني في الجنينة انا هعمل لكم كذا. وكانت بتضحك عليهم يا جماعة علشان تشوف هل هو عندهم شيك ضمان اجتماعي تقدر تستفيد منهم ولا لأ. وكانت دايما بتسميهم الناس المرمية، الناس اللي ما عندهمش أي حد عايزهم وفقط معهم فلوس تترمي. وهنا ابتدت تبقى عندها السمعة في ساكرامنتو أكتر واحدة مساعدة وأكتر إنسانة طيبة موجودة، وكان دايما بيبان قدام الكل إن هي معاها فلوس كتير. بس خلي بالكم يا جماعة إن الحياة في الأوتيل ده ما كانتش بالانسجام ده. كل السكنة كانوا فوضويين، في منهم ما كانوش بيستحموا، في منهم كانوا علاقتهم سيئة جدا ببعض. ولكن لما جه بيرت مونتويا كانت هي فخورة قوي بحاجة زي كده، لأن هو كان بينادلها بماما. خلي بالكم هو حالته العقلية مش تمام، فهي عملت حاجة ما عملتهاش مع الناس التانيين، كانت تجيب له هدومه، كانت بتساعده، وكانت عاملاه كأنه التحفة الفنية، لأنه أي حد يجي يقول لها انت ست بالفعل كويسه، انت ست عملتي كذا، بتوري لهم بيرت وتقول لهم بصوا ده هو بيحبني، بصوا زي بيقول لي يا ماما وانا مساعداه، علشان تخلي صورتها قدام المجتمع كله كويسه. بس يا جماعه مش الكل كان مبسوط بوجود بيرت، لانه بيرت كان قاعد ببلاش وكان بياكل فطار غدا عشاء ببلاش، في غيره بيدفع $375 علشان ياكلوا الوجبتين دول. فان هو قاعد كده من غير حتى ما يساعد في الجنينة، من غير ما يعمل أي حاجة، كان الموضوع مختلف وبيضايق يعني الناس. اللي كمان زود خنقة الناس إن هي فتحت له تاب مخصوص في الراوند بار كورنر اللي هي كانت فتحاه علشان هو يروح يشرب هناك براحته ويتفرج على الماتشات براحته من غير دوشة الفندق.
وفي الوقت ده يا جماعة كان في خلافات بين فينيك وبين دورسيا واللي قاعدين، وكان دايما كاره وجود بيرت وكاره المعاملة الخاصة بتاعته. يا جماعة هو كان سكين لدرجة إن لما بيروح المستشفى نسب الكحول في دمه كان نسب مميتة. فبعد ما جه بيرت ولقى إن هو بياخد معاملة خاصة، وهو لقى ابتدى إن هو يعمل مشاكل وما كانش بيستحمى. ولكن في يوم من الأيام اللي كانوا ساكنين في الأوتيل أو في البنسيون ده سمعوا خبط خبط خبط، ولكن ما حطوش حاجة في بالهم. تاني يوم بقى اكتشفوا إن بين فينيك اختفى. ولكن يا جماعة ما كانش أي حد مستغرب، لأنه في خلال ال3 شهور اللي هو قعدهم كانت دايما عنده مشاكل، فإن هو يهرب من مكان زي ده ويبقى مش عايز إن هو يقعد فيه كان طبيعي جدا، وكان راحة بالنسبة للي قاعدين كلهم. اللي قاعدين برضه في الأوتيل كانوا دايما بياخدوا بالهم إنه كل 5 أو 6 شهور دورثيا كانت بتروح لامبرجاك وبتجيب حاجات الجنينة نفسها وبتقعد تعيد تعديل الجنينة وتقعد تحفر، ودايما بتغير الورد والسماد الموجود في الجنينة. كان دايما معروف يا جماعة من القوانين الصارمة بتاعة دورثيا إن لو الحد قاعد جوه الفندق وما عملش القوانين وما ساعدهاش، بعد أسبوعين بالظبط ممكن تطرده ومش هيفرق معاه الفلوس. وبعد ال3 شهور من قعاد بيرت مونتويا هو كمان خسر المكانة بتاعته عند ماما، لأنه جالها في يوم من الأيام وسكران طينة و3 رجالة شايلينه، وفي الوقت ده كان عمال بينزل مادة بيضة وعمال بيغرغر جامد من بقه. وفي الوقت ده يا جماعة كانت هي غضبانة جدا وغضبانة منه لدرجة إن هي تاني يوم لما راحت تركب التاكسي مع سواقة التاكسي قعدت تشتم في بيرت وتقول أنا بساعده، أنا بعمله، أنا بسويله، وهو يجي لي سكران كده، وقعدت تشتم شتايم كتيرة جدا. في الوقت ده سواقة التاكسي خدت فكرة بقى مش كويسة عن دورثيا، وإن هي مش الست الكيوت الكويسة اللي زي ما كل متخيلها. وفي الوقت ده يا جماعة لما جه شهر أغسطس فقد مكانته في الأوتيل وراح راجع تاني للديتوكس. وأصلا لما راح الديتوكس يا جماعة كان عمال بيعيط وبيقول أنا مش عايز أرجع هناك تاني، أنا مش عايز أرجع وأشوف دورثيا. طبعا هي بتقول إن الأوضة اللي كان قاعد فيها بيرت مونتويا كانت أوضة الشياطين أو أوضة الأرواح، لأن في الوقت ده دي نفس الأوضة اللي كان ماتت فيها روث لو فاكرينها في أول الفيديو. طبعا جودي قررت إنها ترجعه تاني للفندق لأنه هو مش هيستحمل قعاد في الشارع تاني. وبعدها بفترة اختفى بيرت وابتدت تظهر ريحة سيئة جدا من الأوضة اللي هو قاعد فيها. في الوقت ده يا جماعة مش بس هي كانت ملاحظة الريحة وكمان النزلة بتاعها، لا، الناس في الشارع ابتدت إنها تطلع لهم الريحة من بره. فكانت هي بتقول يا جماعة دي ريحة الناس، ريحة الناس عشان ما تستحماش. وكانت دايما في ريحة وحشة من السجادة، كانوا دايما بيشوفوها وهي عماله بتنظف السجاد دايما بالصابون وبتحاول انها تنظف الاوضه دي. وابتدت انها تطلع اشاعات ان دايما الناس اللي ساكنين عندها مش بيستحموا، وان دايما في مجاري بتبقى مسدوده حتى لو هم استحموا، فالمشكله مش عندها. في الوقت ده بقى الجيران بتاع دورثيا قرروا ان هم يطلبوا وزاره الصحه ان هم يشوفوا ايه اللي بيحصل في المكان ده، لان هو بيقول ان هو لما بيجي بيفتح التكييف او بيفتح الشباك الريحه بتيجي من بره وبيته بقى ريحته وحشه، فلازم يشوفوا. طبعا لما راحوا المكان وعملوا كشف الصحة لقوا ان مفيش اي حاجة. طبعا في الفترة دي بيرت مونتويا كان اختفى. ساعتها جودي قررت انها تكلمه وتكلم دورثيا وتقول له ايه النظام، عامل ايه دلوقتي، انت بقى استقريت وبقيت كويس ولا لا؟ ولكن ما لقيتش اي رد. في الوقت ده بقى راحت البنسيون قالت لها ايه اخبار بيرت مونتويا لان هو مش بيتكلم معايا. قالت لها هو انا ما قلتلكيش؟ ده هو قرر ان هو يقول لي ان هو عايز يروح لاخوه في المكسيك واهله دلوقتي هو عايش معاهم، وما تخافيش هو كل اسبوع بيكلمني. قالت لها طب هو قال لك هيرجع امتى؟ طب هو قال لك هو انهي اخ من اخواته؟ فراحت دورثيا اتوترت وقالت لها لا ما اعرفش، المره الجايه لما يكلمني هساله لك. في الوقت ده هي قامت وقررت انها تكلم البوليس، لان هي عارفه ومتاكده ان بيرت مونتويا ما عندوش اي اهل خالص. طبعا لما كلمت ضباط الشرطه يا جماعه قالت لهم ان في واحد من العملاء بتوعها بيرت مونتويا مختفي، وانه الست او المساعده بتاعته في الاوتيل ده بتقول ان هو راح عند اهله وهو ما عندوش اهل. روحوا يا جماعه اعملوا له ويلنس تشيك وقولوا لي هل هو كويس ولا لا. طبعا في الوقت ده واحد من الضباط راح المكان ده عشان يسال على بيرت مونتويا، وهي قالت له نفس الحاجه ان هو ما كانش موجود. لما قعد يسالها كانت هي مرحبه بيه جدا، ولكن في الوقت ده واحد من الساكنين قال له تعالى واداله النوت في ايده وقال له لو سمحتوا في ريحه وحشه قوي في البيت، وكمان حاولوا ان انتوا تدوروا في الجنينه لانه مش بس بيرت مونتويا هو اللي اختفى، لا كان في كذا حد قبله بيختفوا من البيت. في الوقت ده بقى ضابط الشرطه قرر ان هو يروح
الاسم ويجيب 2 من مساعدينه وكمان من زملائه، ويجيبوا بقى كمان شافلز معاه أو جرايف. لأنه يا جماعة كمان برضو جودي لما كلمتهم قالت لهم يا جماعة أنا كل ما بعدي عندها كل ما بلاقيها بتشتغل في الجنينة. الموضوع زاد عن حده، لو الواحدة بتحب إنها تهتم بالجنينة مش هتهتم بيها بالأسلوب ده. في خلال 3 شهور كل شوية بلاقيها بتحفر فيها وبعد كده بتزرع. الموضوع غريب. طبعا هم أول لما راحوا لقوها مرحبة بيهم جدا، لقوها ست طيبة بتتكلم معهم. فهم سألوها احنا هنستأذنك ان احنا ندور على بيرت مونتويا وناخد جولة في البيت. طبعا هي قالت لهم طبعا ورحبت بيهم جدا. طبعا يا جماعة واحد من الضباط لما راح يدور على بيرت مونتويا هو راجل طويل عريض، يعني مش هيختفي هو مثلا نملة، لا هو لو لقاه او لقى حتى بواقيه او يعني البادي بتاعته هيعرف ان هو كان موجود. فلما دور في البيت ما لقاش اي حاجة. ابتدى ان هو يدور في الادراج، لقى ان في كذا علبة مخدر وكذا علبة دواء منوم باسمها. لما نزل لها ضابط الشرطة وسألها عن الأدوية دي قالت لهم يا جماعة دي قريبتي كانت قاعدة عندي وهي اسمها زي اسمي، ولكن هي نسيت الأدوية بتاعتها هنا. طبعا ده كله وهي مرحبة بيهم وعمالة بتعمل لهم شاي وبتعمل لهم كيكة. ولما سألوها عندك كام سنة قالت لهم إن هي عندها 78 سنة، ولكن يا جماعة هي عمرها الحقيقي كان 58. طبعا في الوقت ده شكروها جدا وقالوا لها شكرا ان انت خليتينا ان احنا ندور في البيت، ولكن واحنا خارجين عندنا طلب اخير، هو احنا ممكن نحفر الجنينه؟ قالت لهم اه طبعا، وبرحب بيكم ودوروا في كل حاجه اللي انتوا عايزينها في الجنينه دي، الجنينه بتاعتي وهي بس فيها ورد، ولكن انا ممكن اقول لكم حاجه، انا ممكن اجيب واحد من زملائي واجر لهم شركه وهم يجوا يحفروا بدلكم، انتوا ناس جنتلمان ودي مش الشغلانه بتاعتكم. فضابط الشرطه قال لها لا شكرا، احنا هنحفر بنفسنا، احنا معانا شافلز بتاعتنا. وفي الوقت ده هو كان معاهم 2، فقرروا ان هم يستعيروا منها واحد، وهي قالت لهم تمام واديتهم واستسلمت للامر الواقع. وهما بيحكوا بيقولوا ان هما كانوا بيتصرفوا على اساس كلام الناس، اي حد كان بيعدي بيقول هي كانت عامله زي ارض مدافن، دايما في اكوام تراب وفي حفر على الارض. فابتدوا ان هما يحفروا واحده ورا الثانيه. في الأول حفروا 3 حفر، في ال3 حفر دي كان في موجود قشر بيض، كان في أكل، كان في موز وحاجات يعني كأنها سماد طبيعي. ولكن وهو بيحفروا شوية شوية ابتدى إن هو يلاقي حاجة عاملة زي الجلد كده، ممكن يكون جلد هدوم، وابتدى إن هو حتى وهو بيحفر عمل كومة من الجلد ده جنبه. حفر زيادة في الأرض، اكتشف بقى إنه في حاجة جامدة هو عمال بيخبط فيها، كان فاكرها جذع شجرة. بعدها بقى بيحفر أكتر وطلع في ايده عظمه. العظمه دي يا جماعه كانت عظمه فيمر، عظمه رجل انسان، بمعنى اصح عظمه فخده. طبعا هنا اتصدموا، عمال بيحفروا اكتر في اكتر وعمالين بيطلعوا في هدوم تحسها هدوم بني ادمين. وكان بيقول ان انا كده خلاص ما عنديش شك ان الجلد اللي انا طلعته ده ينتمي لبني ادم. ولما بص على العظمه اللي في ايده هو بيقول ان بيرت مونتويا مختفي بقاله 2 فمش هيلحق يتحلل تحت الارض. طبعا لما هو سألها قال لها تعالي شوفي نلاقي ايه، هل تعرفي حاجة عن الموضوع ده؟ حطت ايديها على بقها واتصدمت وتقول له لا انا معرفش، انا لسه ساكنة هنا من 3 سنين فقط، في ناس كتير جدا كانوا ساكنين قبلية، ممكن يا جماعة هو من الناس اللي قبلية. وفي الوقت ده يا جماعة الناس زمان ما كانتش بتلاقي مقابر، فكانوا هما بياخدوا الناس او بياخدوا القرايب بتاعتهم بعد ما يموتوا ويدفنوهم في البيت، ده ما كانتش حاجة غريبة عن المنطقة دي. فضابط البوليس افتكر او جه في باله ان دي فعلا حاجه زي كده. في الوقت ده كان عايز يكمل حفر، ولكن كان دلوقتي عندهم مهم ان هم يكلموا الطبيب الشرعي علشان هو بقى يحفر ويشوف هل فعلا دي حاجات قديمه، عظم قديم جدا من 1900 مثلا و20، ولا دي حاجات جديده. تاني يوم يا جماعه والبوليس رايح يحفر في الجنينه اكتشفوا ان الاخبار وصلت لكل مدينه ساكرامنتو. يا جماعه كل الصحافه من كل بلاد العالم كانت هناك، وكانوا فاتحين الكاميرات علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. حتى كان في فود كارت او عربيات اكل كانت عماله بتوزع اكل علشان الناس اللي موجوده. كمان كان في ناس عامله ميرش، كانت عاملين تيشرتات موجوده عليها 6 عجوزه شبه درسيه وماسكه شافل وماسكه جاروف في ايديها. وانتشرت الاخبار كلها ان الجنينه بتاعت الست العجوزه الطيبه بتاعت ساكرامنتو لقوا فيها عظمه رجل. في الوقت ده لقطتها الكاميرات وهي نازله تتكلم مع الضابط وبتقول له تهزر بقى معاه وتقول له هو انا مقبوض عليا؟ قال لها لا احنا بس بنشوف في ايه في الجنينه، بنشوف هل هي حاجه قديمه ولا حاجه جديده. قالت له طيب بص انا لسه ما شربتش المورنينج كوفي بتاعتي وعايزه اروح اشرب في الفندق اللي شغال فيه ابن اخويا.
قال لها طيب تمام وروحي. قالت له هو 10 دقايق ربع ساعة بالكتير قوي وهرجع. وبعد تلت ساعة يا جماعة من مشيانها، ساعتها هي أصلا كانت لابسة كوت كده وجاكيت لونه أحمر، وكمان لابسة جزمة لونها موف، وماسكة الشمسية بتاعتها. تلت ساعة بقى بعد ما هي مشيت، 3 أو 4 من الحفر اللي حفروا فيها لقوا فيها بقايا. راحوا الفندق، فين دورثويا؟ قالوا لها دورثويا مش موجودة. دورثويا مشيت، طلبت تاكسي وراحت. وهنا ضابط الشرطة عرف إن المقلب اتعمل فيه هو، وإن هي ست فعلا مش سهلة. في الوقت ده ركبت تاكسي ودفعت له $60 علشان تروح سان فرانسيسكو، ومن هناك قررت إن هي تروح تركب طيارة وتهرب. طبعا البوليس عمال يدور عليها، وحط اسمها في كل التلفزيونات وكل الصحافة، لأنه أي حد يشوفها يقول لهم عن مكانها. وفي الوقت ده يا جماعة البوليس وهو بيحفر لقى 3 بني آدمين تانيين، وابتدوا إن هم يكتشفوا واحد ورا التاني. واحد من اللي اكتشفوهم كان بن فينيك، وتعرفوا عليه من التاتو اللي كان موجود على دراعه. واحدة تانية كان اسمها دورثي ميلر، وتعرفوا عليها بسبب السنان بتاعتها، لأنها كانت عندها مشاكل نفسية كتير. وكمان اتعرفوا على بيتي بالمر، ولكن ما لقوش ولا ايديها ولا رجليها موجودة في المكان، ولا حتى يا جماعة راسها. عايزة اقول لكم ان هم دوروا في كل حتة في البيت حرفيا عشان يشوفوا ايديها ورجليها فين. مفيش اي اثر ليهم. غير بيتي بالمر كمان اللي اكتشفوها، لقوا كمان فيرا مارتن، جيمس جالوب، وليوانا كاربنتر. وفي الحالة بتاعت ليوانا يا جماعة بيقولوا ان هي شكلها كانت حية، لانه الحالة بتاعت الرجل كان حواليها حتة هوا كده. ده معناه ان هي ابتدت انها تحرك رجليها علشان تطلع نفسها، وهي بتحرك رجليها خلاص اتكلت. طبعا البوليس هنا ابتدى ياخد بصة جوه البيت والأوضة اللي بيقولوا عليها أوضة الأرواح. ما كانش فيه أي حاجة غريبة في الأوضة، ولكن لما قرروا إن هم يشيلوا السجادة، هنا اكتشفوا ريحة ما أبشعها. بيقولوا إن الريحة دي body fluids أو سائل بتاع الجسم. ده معناه يا جماعة إنه دورثي كانت بعد ما بتخلص على الناس بتوعها بتقعدهم في الأوضة من 4 ل5 أو 6 أسابيع لحد ما تشوف هتعمل فيهم إيه. الناس البصمة بتاعتها كانت موجودة على الأرض، أنتوا متخيلين؟ طبعا في الوقت ده هم عاملين يدوروا على دورثي، مش عارفين مكانها فين. ولكن هي طبعا يا جماعة زي البط، دور دايما على الفلوس. وهنا لقوها أو جالهم خبر من واحد قال لهم إن هو شرب معاها، كان دلوقتي في البار، وإن هي قاعدة في فندق في سان فرانسيسكو. قال لهم وهم قاعدين بيشربوا كان بتسألوا على الشيك الضمان الاجتماعي بتاعه، وهل هو قاعد في مكان ولا لا. بعد ما خلصت وشربت معاه وراحت اوضتها، لقى صورتها موجودة على التلفزيون، فقرر في ساعتها إن هو يكلم البوليس. وقال لهم يا جماعة هي قعدت تقول له إن هي عندها 80 سنة، شعرها كله أبيض، وكمان كانت هي عاملة زي الحرباية، شالة كل أسنانها ومبينة للناس إن عمرها أكبر من عمرها الفعلي، علشان الناس العواجيز دايما او المظاهر بتاعت الناس العواجيز تبقى خداعه، بتفتكروا ان هو راجل طيب وراجل كويس، او ست طيبه وست كويسه. بيحكوا كمان ان في الوقت ده وهم بيحققوا فتحوا قضيه روث، لانه كده يا جماعه هي ممكن تكون واحده من الضحايا بتوعها، لان هي استحاله كانت ان هي تخلص على نفسها. حاجه كمان، لما طلعت من السجن من 3 سنين اتعرفت على واحد، وكان هو البن بال بتاعها، كان هو صديقها اللي بيكتب لها جوابات. في الوقت ده لما هي طلعت قرر ان هو ياخدها ويوديها للفندق والبنسيون اللي هي عايشه. طبعا في الوقت ده قالت له بدل ما انت تعيش بره خليك اقعد عايش معايا. 3 شهور بالظبط لقوا ان هو موجود في تابوت مفتوح ومرمي في النهر بتاع ساكرامنتو. في الوقت يا جماعه اللي لقوا فيه جثته، البوليس ما كانش عارف ولا ربطه باي حاجه في دورثيا. دلوقتي لما اكتشفوا ان هو كان صاحبها لدورثيا، ربطوا كل المواضيع ببعض. اول واحد كان عندها كان إيفرسون، تاني حد عندها كانت بيتي بالمر. لما قررت وشافت ان لما تخلصت كده من إيفرسون كان الموضوع صعب، الموضوع ممكن يرجع لها هي، قررت بقى انها تلعب على بيتي بالمر، وان هي تستخدم الجنينه بتاعتها بقى، تستخدم السكان بتوعها في انها تضحك عليهم. وفي 14 نوفمبر سنه 1999 بيرت مونتويا اخيرا كان واحد من الناس اللي موجودين في الجنينه وتعرفوا عليه. وبيحكي ضباطه بيقولوا انه اكيد حصل حاجه في المكان والاوتيل ده، بيرت مونتويا شافها ودورثيا شافته ان هو شافها، وخافت ان هو لما يطلع يحكي لحد بره او هو في حاله السكر بتاعته يحكي للناس، فقررت انها خلاص تنتهي بقى وتنهي المشكله اللي عندها.
بيحكوا كمان ان بيرت مونتوي كان كل شويه بيمشي ويروح لمكان الديتوكس ده، وبيحكي لهم ان هو مش عايز يرجع لدورثيا وان هو خايف منها وان هي مش الجده الكيوت اللي كل الناس متخيلينها ولا شايفينها. كمان دورثيا قررت ان هي خايفه منه، هو كل شويه هيقعد يتكلم الناس، كل شويه هيقعد يحكي ويرغي، هي مش عايزه ان الشرطه او هي تبقى على الريدر بتاع الشرطه علشان محدش يعرف هي بتعمل ده. لما جت للبوليس انه في دورثيا لقوها وان هي عزمت واحد على الفندق بتاعها وكانت بتساله على الفلوس، راحوا بسرعه وقبضوا عليها. في الوقت ده دورثيا قالت لهم يا جماعه انا اسفه ان الموضوع وصل بينا للحاله دي الحاجه الوحيده اللي قالتها. طبعا هم كانوا بيحققوا ويشوفوا ايه الدافع بتاعها، اكتشفوا ان الدافع الوحيد بتاعها هو الفلوس. اكتشفوا ان هي كانت بتاخد من العملاء اكتر من $5000، كانت دايما بتصرف بذكاء وحاجه يا جماعه. واكتشفوا ان هي كانت كل شهر بتودي هدوم وبتتبرع دايما بالهدوم بتاعت الناس اللي ساكنه عندها. علشان كده البوليس ما كانش فيه عندهم اي دلائل خالص للناس دي كانت عايشه في المكان ده. وفي الوقت ده لما حققوا مع موظفه البريد كانت دايما بتقول لهم ان دورثيا بتفضل قاعده مستنيه على السلم وهي اللي بتاخد كل البريد وكل الشيكات. فكانت شاكه في الموضوع ولكن مش عارفه اللي هو انا شاكك بس مش عارف احط في ايدي فين على الشك اللي موجود ده. هي يا جماعه برضو كانت شاطره جدا. في الفتره دي جالها ضباط البوليس 12 مره ومحدش فيهم شك في اي حاجه. فاكتشفت ان هم لما بيجوا محدش فيهم شاكك فيها، تقدر تعمل اللي هي عايزاه وبتاخد ادويه كتير لنفسها وادويه منومه لنفسها من الصيدليه ومحدش بيسالها. هنا عرفت ان هي ممكن تفلت باللي هي بتعمله. خلوا بالكم ان هي كانت بتعمل حاجه تانية برضو، ان هي كانت مكبره في عمرها وكانت بتصبغ شعرها ابيض زياده وبتخلع سنانها، تخيلوا، علشان تبان ان هي اعجز، انها ست العجوزه او التيتا اللي طيبه. وهنا يا جماعه كمان قبضوا على جون ماكولي. ليه يا جماعه؟ لان دورثيا كانت ست بنيتها صغيره جدا. بيرت مونتويا علشان ان هو يروح ويتحط في الجنينه اكيد محتاجه مساعده، فهي مين اللي كان بيساعدها دايما؟ هو جون ماكول. فقرروا ان هم كمان يقبضوا عليه. عايزه اقول لكم ان هي قعدت في الحبس الاحتياطي 4 سنين لحد ما يحققوا في كل الجرائم. طبعا كله كان خايف ان هي مش هتاخد محاكمه عادله بسبب سمعتها الكويسه في المكان وفي ساكرامنتو. كل الناس كانت بتشكر فيها، حتى الناس اللي هي كانت بتأجر البيت من عندهم كلهم كانوا بيشكروا فيها، كانوا بيقولوا ان هي الدكتوره، كانوا يعني هي ست كويسه في المجتمع. فقرروا ان هم يعملوا المحاكمه في مقاطعه تانية خالص قريبه منهم علشان يتاكدوا ان كل حاجه هتتحول بعد. وبهنا يا جماعه قرروا ان هم يحققوا في 9 قضايا، منهم روس والراجل اللي هي كانت بتتكلم معاه، و7 كانوا لقوهم في الجنينه. وفي 9 فبراير سنه 1993 هنا ابتدت المحاكمه للست اللي عندها 62 سنه. وفي الوقت ده اعترفت ان هي خلصت على 7 ودفنتهم وكانت بتصرف من الفلوس بتاعتهم. ولكن يا جماعه هي بريئه من تهمه التخليص عليهم، هي فقط دفنتهم، تخيلوا. وفي 26 أغسطس 1993 قرروا بعد 24 ساعة من المناقشات اللي هي مذنبة فقط من 3 من ال9 دول، لأن هم يا جماعة في الوقت ده يعني الناس كانت متحللة وقاعدة كتير قوي لدرجة إن هم مش عارفين سبب الموت، مش عارفين السبب اللي عمل فيهم كده، وما كانش فيه بواقي كتير، ولكن كان في منهم 3 لسه باين عليهم إن هي عملت فيهم إيه وإنها خدرتهم. كانت بتشربهم كمية منومة كبيرة جدا مع كحول كتير، وده كان مزيج سام جدا، وده خيب أمل ناس كتيرة جدا من المتورطين وأهل اللي موجودين، لأنه في منهم يا جماعة كان أهلهم لسه عايشين. واحد منهم مامته كانت عندها 93 سنة ولسه أصلا بتدور عليه، انتوا متخيلين؟ واللي سبب الاختلاف ده كله إن التصويت كان 11 لواحد. واحد من هيئة المحلفين قال أنا مش مصدق ده كله، مع ان النتيجه كلها واحده كانت موجوده في ال9 بني ادمين، ان هي نفس الطريقه، كحول مع منوم. وفي 10 ديسمبر سنه 1993 اتحكم عليها بالحكم مدى الحياه مع عدم امكانيه الافراج المشروط عنها. في الوقت يا جماعه اللي كانت في السجن ده كانت اتشهرت كتير جدا، وقررت انها تعمل كتاب اسمه الطبخ مع قاتله. تخيلوا انها بتعمل كتاب ليها ووصفاتها علشان تنشرها للناس، وبالفعل الكتاب ده نجح جدا والناس ابتدت تشتري. كمان في واحد من الصحفيين ابتدى ان هو يروح يزورها وكل شويه يسالها عن الناس اللي هي عملت فيهم كده، ولكن هي كانت دايما بتغير الموضوع تماما وبتكلموا عن الطفوله بتاعتها. عايزه اقول لكم ان اخر مره هو كان بيتكلم معاها قالت له لا انا مش هفتح معاك الكلام تاني غير لما تجيب لي هدايا بقيمه $200. انتوا متخيلين؟
فهو قرر ان هو خلاص انا مش عايز استفاد منك ولا من خلقتك. كمان حاجه يا جماعه، البيت اللي حصل فيه كده، في راجل وست قرروا ان هم يشتروه ويخلوه زي ما هو بالظبط، وحتى يحطوا مانيكان على الشكل دورسويا بره ويعيشوا فيه. بيقولوا ان هو عنده طابع كده، ان هو عنده يعني في احساس فيه كده هم حابينه، تخيلوا. وكمان في اوقات من الاسبوع عملوه كمتحف علشان الناس تزوره. وفي 27 مارس سنة 2011 ماتت دورسيا بوينتي، وفي الوقت ده كان عندها 82 سنة. ماتت واخدت كل الأسرار بتاعتها للقبر. وبكده خلصت قضية النهاردة. كلمة واحدة بس، مظاهر خداعة. مش أي حد يبان لكم إن هو كويس، مش أي حد يبان لكم إن الحاجة اللي بيعملها دي دافعها كويس يبقى دي الحقيقة. في ناس كتير جدا بيعملوا حاجة اسمها رياء، بيعملوا حاجة قدام الناس إن هو أنا بعمل كده وبتصدق وبعمل وبسوف وبسوي علشان أنا كويس. أنا مش بتدخل في نية الناس، ولكن بقول لكم إنه الإنسان مش يثق وياخد زي الأعمى كده، الله الشخص ده كويس وبيعمل كده قدامي. لا، أغلب الناس اللي تلاقيهم دايما بيعملوا الحاجة قدام الناس، أغلبهم يا جماعة مش كلهم، بيبقى فيه دافع وحش وراها. فده يعلمنا إن إحنا دايما ما نثقش في أفعال الناس اللي قدامنا، ما نثقش في الكويس اللي إحنا بنشوفه، لأن ممكن يبقى فيه دافع سينستر أو سيء جدا وراه. وكمان برضه يا جماعة ما نحطش دايما في بالنا النية السيئة. ممكن يكون يا جماعة الشخص ده مش واخد باله إن هو بيعمل حاجة كويسة قدامنا، ولكن دايما الواحد يبقى محرص. حرص يا جماعة ولا تخون. أتمنى قضية النهاردة تكون عجبتكم، وما تنسوش تقولوا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.